المثل اللي هو يتحدث عن تقلبات شباط، نعم. اللي هو يقول أشبط ولبط وأيام الصيف يغلبني. نعم. احنا العراقيين من نضرب هذا المثل. نعم. عن شنو يعني؟ هذا يتحدث عن تقلبات شباط، بيش بلشت وتولعت، بيش بلشت يا بلشت. أهلا بكم في سلسلة حلقات مع الأمثال العراقية. سنسترسل بالحديث مع الكاتب والصحفي حسين العامل وكتابه 7000 مثل عراقي. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين. حياك الله، 100 هلا، أهلا وسهلا. احنا في شهر شباط أستاذ حسين. ماذا قيل من أمثال عن شهر شباط؟ والله شباط عندنا المثل اللي هو يتحدث عن تقلبات شباط، اللي نعم. هو يقول أشبط ولبط وأيام الصيف يغلبني. نعم. هذا المثل حقيقة يثير، يعني يتحدث عن تقلبات هذا الشهر. فنشوف مثل هذا المثل ورد عندنا بالناصرية: أشبط ولبط وأيام الصيف يغلبني. ولا يعني بالأمثال الموصلية: شباط أش ما شبط ولبط ريحة الصيف بينو. نعم. يعني شبط ولبط شنو؟ شبط ولبط. الشبط يعني تمسك بثوابته، يعني نعم. ما تغير. نعم. زين. لبط تعني التغيير، يعني التقلب. تمام. يعني ولهذا السبب يقولون هذا يعني أشبط ولبط. نعم. وأيام الصيف تغلبني. تمام. البغداد يقولون: لو شبط لو لبط بي من روايح الصيف. يعني انه يقصدون به انه مهما بلغ شباط من عنفوان، فانه في اواخر ايامه لابد ان يكون دافئا وقد يكون حارا وكانه من شهور الصيف. نعم. هذا عن شباط. او ايضا وردت كثير من الامثال عن شباط، يقول: اول 10 من شباط لف العجوز بالبساط. نعم. هذا من الامثال البغداديه القديمه. نعم. ايضا ورد المثل يعني بالامثال السوريه واللبنانيه: شباط ان شبط وان لبط وان خبط ريحه الصيف فيه. هذا نعم هالشكل. نعم. مصر يجي: شباط ان شبط وان لبط ريحه الصيف فيه. فلسطين: شباط اللباط بيشبط وبيلبط وريحه الصيف فيه. احنا العراقيين من نضرب هذا المثل. نعم. عن شنو يعني؟ هذا يتحدث عن تقلبات شباط. يعني اكو احد الامثال يقول: شباطي يعني يحل رباط الجسر. يعني ما معناه. نعم. زين. بحيث يعني ما يتأمن، يعني مرة تشوفه شتاء قارس، هناك يعني تحكي بس عن اجواء الطقس، يعني على الطقس بشباط. هذا زين. اذا تقلبات بالحياه مثلا تقلب هو ايضا هم ينضرب عليه. يعني مثلا شخص عنده تقلبات بحياته راسا نعم. يعني ممكن ان يقولوا له انت مثل شباط. نعم. شنو يعني اللي يقيل هنا بفلسطين؟ هنا ايضا موجوده. اي فلسطين: شباط اللباط بيشبط وبيلبط ريحه. نعم. الصيف فيه. لبنان: ان شبط واللبط خبط ريحه الصيف فيه. استاذ حسين، هم قيل يعني عن شعر او شيء في هذا. اي يعني هذا اكو حادثه حول يتحدثون عنها يسموه غرور المعيدي، اللي هو نعم. دائما يصير بايام شباط، يعني الايام اللي تسبق شباط. نعم. يعني هذا احد مربي جاموس، من شاف الدنيا دافيه يعني خلال الايام اللي تسبق شباط. نعم. فلش الحظيره مال الجواميس مالته، وبعدين ثاني يوم نعم. طق البرد واثر على المواشي مالته. فزوجته يعني قالت هذا الشعر: زرك شباط وبالسحور وكسر مناقير الطيور، لا تقول شباط راح شباط نايم بالمراح. نعم. جميل. ايضا المغنية الفنانة زكية جورج تطرقت الى تقلبات شباط في اغنية يا ابو بشت بيش بلشت. نعم. فتقول: حب الجبر قلبه وهو غيرك ولك صار النوى، بشباط ما تدري الهوى كل ساعة يتغير معرفه، بيش بلشت وتولعت بيش بلشت يا ابو بشت. طبعا الحديث وياك استاذ حسين جميل جدا عن هذه الامثال العراقيه وكتابك الرائع. احنا راح تكون لنا ايضا سلسله حديث عن امثال جديده يعني من كتابك هذا في اي وقت.
واحنا ايضا سعيدين جدا بتواجدنا في مكتبتك. اعزائي المشاهدين، اتمنى ان تكون هذه الحلقه من محراب الكاتب والصحفي حسين العامل للحديث عن الامثال العراقيه. التقيكم في قصه جديده حول مثل عراقي جديد. تحياتي للجميع. لا تاخذين ابو قلعه، شنو؟ يعني اخذي الرجل اللي عنده مهنه